قبل اي حاجه تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من حوارات عيال. انا جوجو. انا سيلا. وانا ماما. النهارده هنعمل ايه؟ قبل اي حاجه طيب نقول لهم كل سنه وانتوا طيبين عشان العيد قرب. العيد قرب. عيد الاضحى المبارك، كل سنه وانتوا طيبين. النهارده هنحكي حدوته. حدوته. مركزين مصحصحين عشان هنسأل في الحدوته بعدين ونشوف مركزين ولا لأ. اتفقنا؟ اتفقنا. حدوتتنا النهاردة عن الطمع. مين عارف يعني ايه طمع؟ طب قولي يا سيلا بما انك انتي الصغيرة. هو الطمع ده يعني حد عاوز حد ياخد حاجة ليه حتى لو كانت لغيره برضو ياخدها. بالظبط. طب انتي قولي يا ساجدة كده، هي عايزة تقول ايه بس مش عارفة توضحه قوي. يعني هو ايه، عايز ياخد الحاجة بتاعته والحاجة بتاعت غيره. بالظبط كده. الحد الطماع ده بيبقى دايما طمعان في انه ياخد حاجته وحاجة غيره. النهاردة هنحكي حدوتة الكلب الطماع. حدوتة ايه؟ الكلب الطماع. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كان في كلب عايش في غابة كبيرة، والغابة دي مليانة زرع كتير قوي. تمام. الكلب ده كان كل يوم ينزل يدور على أكل وياكل ويروح، كل يوم على كده. بس الكلب ده كان طماع ووحش. سيلة مكشرة تقريبا الكلب ده خد أكلها باين. الكلب ده كان طماع. ده عمر ملناش دعوة بيه. المهم في يوم الكلب ده كان جعان جدا 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 جدا، وقال انا هنزل ادور على اكل، لازم ادور على اكل عشان انا جعان. نزل الكلب ده في الغابة وساب بيته وراح يدور على اكل، واحنا عارفين ان الكلاب بتاكل ايه؟ عظم. المهم هو ماشي لقى ايه؟ لقى عظمة كبيرة قوي وفيها لحمة كتير. اتبسط قوي الكلب ده وقام واخدها ببقه وجاري عشان ياكلها. كده هو جاب الحاجة اللي هو عاوزها ولا لأ؟ جاب الحاجة اللي هو عاوزها. طب احنا كده معرفناش بقى هو طماع ليه. نكمل الحدوتة واحنا نعرف. جه الكلب ده بعد ما خد العظمة ومشي، لقى كلب تاني مقابله في طريقه، والكلب التاني ده كان معاه عظمة برضو كبيرة جدا. بس الكلب التاني ده ما عملوش حاجة، واقف في حاله بعيد كده عشان ياكل وخلاص. ايه تفتكروا الكلب عمل ايه؟ خد الاكل بتاع الكلب التاني. تفتكروا؟ هو ده اللي حصل. الكلب ده كان طمعان جدا ان هو ياخد العظمة اللي مع الكلب التاني، وقال انا هاخد العظمتين اكلهم لوحدي، وما فكرش بقى ان الكلب التاني هو كمان ايه؟ ياكل، وان هو كمان جعان زيه. تمام. قال انا هاخد العظمتين اكلهم لوحدي. المهم لسه جاي يفتح بقه عشان ياخد العظمة من الكلب التاني، ايه اللي حصل؟ العظمة اللي في بقه وقعت في النهر. كان في نهر في الغابة، العظمة اللي في بقه وقعت فين؟ في النهر. والكلب التاني عمل ايه؟ خد العظمة اللي كانت معاه وجري بعيد.
اذا الكلب الطماع ده بقى معاه اكل؟ لا. ولا عرف ياخد العظمة بتاعته ولا العظمة بتاعت غيره. ومن هنا عرفنا ان الطمع قل ما جمع. يعني ايه؟ يعني مهما كنت انت واخد حاجات كتيرة قوي وحاجات كتيرة قوي، بس طول ما انت طماع، طول ما الحاجة اللي معاك هتقل لحد ما تبقى مش موجودة خالص. ده اللي حصل مع الكلب. بعد ما كان معاه اكله، وكان الاكل اللي معاه كتير وهيكفيه ويشبعه، هو عشان طمع في اكل غيره ربنا عاقبه بايه؟ بان الاكل بتاعه كمان راح منه، ضاع. ورجع الكلب لبيته حزين وقعد يعيط، وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟ حلوة. ده يعلمنا ايه؟ اللي احنا ما نكونش طماعين. ان احنا ما نكونش طماعين، وما نبصش لحاجة في ايد حد تاني. ما نبصش في حاجة في ايد ايه؟ حد تاني. ولما ربنا يرزقنا بحاجة نقول ايه؟ الحمد لله. نقول الحمد لله. ما نبصش لأي حاجة في ايد حد. دايما لما نشوف حاجة في ايد حد نقول ايه؟ ربنا يبارك له فيها ويزيده ويرزقنا زيه. لكن ما نبصش في حاجة في ايد حد غيرنا، ونقول دايما ايه؟ الحمد لله. نقول دايما الحمد لله. وطبعا الطمع ده صفة وحشة جدا جدا جدا. احنا طماعين ولا لأ؟ مش طماعين. شطار، احنا شطار وبنرضى بحاجتنا، صح؟ صح. وتوتة توتة. خلصت الحدوتة. ونستنى بعض كده في حدوتة جديدة. من حوارات. يلا نقول لاصحابنا ما ينسوش يعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ما ينسوش يفعلوا الجرس عشان يوصلهم كل جديد من حوارات عيال. باي باي. باي. تصبحوا على خير.